مفيش احلى من الاكله الحرشه البلدي، احلى واخف اكله في الوطن العربي كله. وفي الفيديو دوت هقول لك على احسن الاماكن اللي بتقدم اكله حرشه في مصر كلها. وتعالوا نبدا بالخفيف منه من عند سامح الامور في باب الشعريه. وفي المكان دوت هتاكل لحمه راس ضاني مسلوق، وكمان بيبيع الكارع ب 20 جنيه. وفعلا ده واحد من احسن الاماكن اللي ممكن تاكل من عندها طلب الراس. ومن سامح الامور في باب الشعريه لحكايه ابو حاتم في الشرابيه، واكتر حاجه مشهور بيها حكايه ابو حاتم الاباوه بتاعه العرسان بس. واللي يميز حاتم تشكيله الاكل اللي عنده، يعني هتلاقي عنده راس ضاني مسلوق ومحمر، وكمان عجالي مسلوق ومحمر، وكذا نوع فته كده هتحتار فيهم. وبصراحه حاتم بيعمل الاكل كما يجب ان يكون. وعشان نخش في التقيل منه هنسيب الشرابيه ونخش على السيده زينب عند مشكل المدينه. وجبت من عند مشكل المدينه كذا حاجه، وبصراحه ما عجبنيش غير طبق المشكل من عنده، بصراحه تحفه جدا. وطبق الشوربه الساده كان جميل. ونسيب السيده زينب ونطلع على شبرا الخيمه عند سيد الكبد. وسيد الكبد علم وعلامه واسطوره من اساطير شبرا الخيمه، بيعمل طبق مشكل بالليه كما يجب ان يكون، حلو جدا. وده الاكل الحرش بجد. وهنسيب شبرا الخيمه ونطلع على شبرا مصر عشان نروح عند بيبو طواجن. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان بيبو علم في الطواجن. وطبق المشكل من عنده جامد قوي، بس تقيل قوي قوي، محتاج حد قلبه حديد، ده لانه معمول بالليه وفيليه كتير. وتعالوا نرجع من شبرا مصر لشبرا الخيمه المطعم ابو الهنا. وابو الهنا فعلا احسن واحد بيبيع طواجن في شبرا كلها. وبالنسبه لطبق المشكل من عند ابو الهنا، فلو انت نفسك تاكل الاكله ديت ومحتاج مكان مضمون وبيعمل الاكله ديت بنظافه، فعليكوا على ابو الهنا على طول. ما تنساش تكتب لنا انت منين ومن اي محافظه.